ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن اول يوم لحياة طالب جامعي داخل الكلية. تعال نشوف هنتكلم عليه. ومستني ان الفيديو ده يكلمك عن هتعمل ايه في اول يوم، او ان انت ايه الحاجات اللي هتحتاجها. يبقى غلطان. ممكن تقفل الفيديو تسمع حاجة تفيدك. لا يا راجل. احنا النهارده هنتكلم عن موضوعات مهمة جدا لازم تعرفها في اول يوم كلية، هتفيدك خلال ال5 أو ال4 سنين اللي انت هتقضيهم في معظم الكليات يعني. تعال نشوف هنتكلم عليه. خلينا متفقين كده ان انت يوم 28/9 هو بداية الدراسة. طبعا خلاص انتقلنا بقى وانتهينا من حياة المدارس وبدأنا الحياة الجامعية. طبعا انت اتكلمنا على الترحيب بطلاب أولى، تمام، في الفيديو. ممكن تقدر الفيديو اللي فات تقدر تتفرج عليه، وكنا بنتكلم على أسس كويسة جدا إنك تعرفها، وتعرف انت هتمشي ال4 أو 5 سنين بتاع الجامعة بتاعتك هتبقى ماشية ازاي بالظبط. تمام. تقدر تسمع الفيديو ترجع إن شاء الله في موضوعات وحاجات مهمة جدا يعني إن شاء الله على ثقتكم بينا إحنا بنحاول نقدم محتوى مفيد، تمام، بيفيد الطلاب من نصايح وإرشادات غير المألوف، غير المعتاد العادي، لأن الحياة مش كلها هزار. في حاجات تبقى عارف إن هي لازم تكون جد، إن هيتبني عليها حاجات كتير جدا. زائد بإذن الله تعالى كنا مكملين إن إحنا نقدم محتوى تعليمي على بعض المفاهيم من المواد اللي تخص سنة أولى، وبإذن الله تعالى هنكمل بإن إحنا في الفايدة اللي بنقدمها لحاجات مهمة جدا تخص سنة تانية. تعال نشوف هنتكلم عليه. خلينا نبقى متفقين جدا ان انت باعتبارك طالب جامعي فانت هتنام بدري جدا، انك تقوم تاني يوم الصبح للكلية. سواء الكلية دي قريبة منك او مش قريبة منك، فانت اليوم ده محتاج تركيز جدا في الحاجات اللي احنا هنقولها. ده بالنسبة لأول يوم. صباح أول يوم تبدأ طبعا إنك أول حاجة تصلي الفجر، تمام. وبعد كده صلاة الصبح. بعد كده مثلا هتيجي لغاية الساعة 7 فتبدأ إن أنت تتحرك بنسبة كبيرة للناس اللي هي إيه أماكنها بعيدة عن الكلية. طيب هو بالنسبة لأول يوم كلية مش مهم، مش هناخد حاجة. لا، ما هو إحنا مش هنتكلم عن المحتوى ذات نفسه أو نتكلم أنت تاخد إيه. لا، أنت بتتكلم إن في أساسيات ومفاهيم لازم تعرفها. أول يوم كلية طبعا خلاص أنت بقيت مقيد في الكلية، اسمك نزل، تمام. بيبقى بنسبة كبيرة أول أيام من أول أسبوع وتاني أسبوع مش بيبقى فيه جداول محددة إنك تحضر فيه، ولكن أنت بتشوف الجدول الماشي، والأول يوم أنت بتاخد إيه بالظبط. أول حاجة أنت تيجي قبل الكلية بنص ساعة كده. هتيجي قبل الكلية بنص ساعة تعمل إيه؟ تاخد لفة محترمة جدا، ورقة وقلم، تمام. وهتكتب جنب الورقة والقلم دي القسم، تمام، بتاع المبنى اللي انت يعني تبدأ تكتب وصف كده للمبنى والقسم اللي انت بتمر من خلاله يعني. ليه؟ عشان تبدأ عارف المكان، ما تكونش كل شوية محتار مثلا ده مبنى ايه او ده قسم ايه بالظبط. تاني حاجة مهمة تقدر تعملها ومن أهم الحاجات كمان إنك تكون في اليوم ده هادي جدا. زي ما قلنا بقى كده، الهزار والصحاب كده كده هيتكونوا، فما تستعجلش على النقطة دي خالص. عايزك تكون هادي وواثق من نفسك. يعني انت اللبس اللي هتلبسه لبس طبيعي، لبس عادي جدا، تمام. مش هقول لك لازم تلبس كده عشان يبان انك اولى وتانية والكلام ده، لا. عشان بس في ناس بتاخد انطباعات وحشة جدا، وناس بتأثر عليها في أول يوم كلية، سواء أولاد أو بنات، وده بيكون ليه تأثير وحش يا جماعة. يعني كمان إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما ينفعش المؤمن، تمام، أو المؤمن يفزع أخوه المسلم، تمام، بالهزار أو بالضحك أو الحاجات زي كده. إن ده هيكون فيه تأثير سلبي على الانطباع. أنا ممكن ما أجيش الكلية من خلال التنمر اللي بيحصل أو حاجات زي كده ملهاش أي تأثير لازمة. رقم واحد تكون هادي، تكون مركز واثق من نفسك جدا. تبدأ إنك أي حد جنبك تقدر تتكلم معاه. أنت من سنة كام؟ تبدأ تناقش معاه مثلا عن الكلية، دخلت الكلية دي عن حب، عايز تعمل إيه، حاجات زي كده. برضو مفيد جدا إن ده هيزود معاك نسبة الثقة بالكلية اللي أنت فيها.
نيجي بعد كده بقى نتكلم عن محتوى اليوم اللي حضرتك هتاخده من الكلية، سواء سكاشن أو محاضرات. لسه معانا الورقة الجميلة. انت طبعا في أول يوم يكون عندك مثلا يعني لو تعرف تحضر كل المحاضرات والسكاشن تمام تحضرها، مفيش أي مشكلة. تبقى طبعا على حسب كل كلية مثلا معينة. احنا عندنا الكلية بتاعتنا ممكن مثلا دكتور ممكن يدي دكتور مثلا لنفس المادة، أكتر من دكتور لنفس المادة. فتبدأ الدكتور اللي أنت حضرت معاه تكتب في الورقة بتاعتنا الجميلة اسم الدكتور واسم المادة. الحاجات دي اللي بقولها لك عليها دلوقتي إن فيما بعد بيبقى فيه شوية تشتتات في حاجات كتير. أنا حضرت مع مين؟ طب دي اسم المادة، اسم الدكتور إيه؟ وحضرتك بتبقى مركز في حاجات تانية خالص اللي إحنا مش عايزين نتكلم عليها. انتي فل جميل أوي. ايش بتبدأ يومك ينتهي تمام في بعد ما خلصت السكاشن والمحاضرات. برضو ممكن تاخد ربع ساعة كده لفة على الكلية والأقسام مثلا، تقعد شوية كده إيه آه مثلا تاخد إيه جو جميل عن الكلية بتاعتك. عايز أقولك إن برضو لازم تكون متابع مثلا إن في أول يوم بالذات أو تاني يوم، سواء بيبقى فيه دكتور مثلا بيبدأ يطلب من الطلاب إن يعملوا جروب اسمه جروب الدفعة. نقسم تمام. ان فحاول ايه برضو بقى إن أنت إيه تكون موجود جوه مثلا، حيث ان اي حاجة الدكتور مثلا، بس يكون حاجة رسمية طبعا. اي حاجة الدكتور بيبدأ ان هو يبعتها من ملفات وحاجات زي كده، يبدأ ان هو ايه آه توصل لك يعني. تمام. وبعد كده الكلام ده هيبقى بيس يعني، وفي الاول والاخر انت مش هتذاكر بعد الكلام ده. لا طبعا بهزر، انت لازم تركز وتذاكر. لازم تركز وتذاكر، متعملش زي الناس التانية كده، الناس ما نعرفهاش خالص. أول يوم كلية، من النصايح الأخيرة اللي عايز أقولها لك، خلاص اتفقنا أول حاجة تكون إيه؟ واثق من نفسك. تمام. الثقة والحاجات اللي زي كده، الناس اللي بتهزر في أول يوم وطلابنا الجميلة تالتة ورابعة، يعني طلاب أولى دي أنت ممكن تشكلهم بشكل كويس لو اديتهم انطباع عنك كويس وعن الكلية كويس. تمام. إن هو بيبقى داخل، لا إما داخل مهموم من اللي حصل في تانية في أولى في تالتة ثانوي، لا إما بيبقى داخل شخص حماسي جدا، وأنت بتبدأ إيه تفقد الحماس بتاعه ده، إن أنت طبعا قاعد في الكلية فعارف الدنيا ماشية إزاي. فحاول إنك تكون رفيق بيه كده وتساعده. تقدر تساعده ساعده، ما تقدرش اسكت. سهلة أوي يعني، جميلة أوي. الحاجات اللي احنا قلناها مهمة، تكون عندك ثقة بالنفس، تكون هادي. تمام. تحاول تجمع معلومات، حاول تجمع معلومات بسيطة جدا ان انت تقدر تجمعها مثلا في كشكول ولا حاجة. تمام. علشان تبقى مركز ومنظم دنيتك في الايام اللي جاية كلها. تمام. اخر حاجة هنتكلم عليها وهي ايه؟ وهي من اهم الحاجات، خليك اسئلتك قليلة خالص، ما تقعدش تسأل كتير. مش اول يوم وهتقعد تسأل الامتحانات امتى، احنا هنمتحن ايه، طب نظام الامتحانات هيبقى عامل ازاي. انت ذكي خليك وذواق. هادي في الاسئلة، كل حاجة هتبان وقتها وهتنبسط. عايز اقولك انك هتنبسط جدا يعني. بيس ريس تمام. بس كده. وده كده حياة وده كده تفسيرات وحاجات توضيحات بسيطة جدا تمام عن أول يوم كلية. حبينا نقدم محتوى يكون كويس يفيد الناس بشكل برضو ما يكونش اللي هو ايه اللي هو الحماسي السخيف الهزاري. تمام. لا انت بادئ حياة جديدة، فابتديها صح عشان ربنا بإذن الله تعالى يكرم. وفي الآخر سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.